كافيتيريا الجامعه دي اكلها ما يتاكلش حرفيا، وبرضك مع ذلك الناس بتشتري. الموضوع ده بيرجع لان هو ده الخيار المتاح في اغلب الاحيان ومفيش خيارات تاني، وهي دي اول حاجه بتيجي في بال اي حد في الجامعه لما يجوع، اللي هو انا جعان هشتري بقى سندوتش الشاورما المقيح ده بقى وخلاص حتى لو مش حلو، لان مفيش بديل. الحاجه التانيه هو ان احنا معظمنا كطلاب بنكون مضغوطين ما بين المحاضرات والسكاشن، فما فيش رفاهيه ان احنا نطلب اكل من بره. اذا كان على بالك ما نشوف بقى هناكل ايه وكل واحد هيطلب ايه ونعمل قرعه عشان نشوف مين اللي هيتصل بالمطعم، هيكون ميعاد المحاضره ولا سيكشن عدى. المشكله بقى ان طول ما في ناس بتشتري، انا كصاحب الكافيتيريا مش ههتم بالكواليتي، اهتم ليه اصلا واحرق بقى في فلوس وفي وقت ومجهود، ما كده كده الناس بتشتري. نفس الحوار ده بالظبط بيحصل في المطارات والاماكن السياحيه، وده لان لو انت الوحيد اللي بتقدم خدمه او منتج في مكان معين، الناس هتشتري منك حتى لو الكواليتي مش افضل حاجه. بس الذكي في البيزنس هو اللي بيعلي الكواليتي عشان يضمن استمراريه البيع، لان كده كده المنافسه هتظهر. في حاجه مهمه برضك، وهو ان مش دايما المستهلك بيبقى عاوز الحاجه بيرفكتو 100%. ممكن يكون انك تقدمها له بكواليتي 80% بس في سرعه في التقديم، السرعه دي بقى هتغطي على 20% الناقصين بتوع الكواليتي. اظن الحل الوحيد عشان الكافيتريات تعلي الكواليتي بتاعتها هو احنا نقاطعها لغايه ما يحسوا بالعجز ده، فيضطروا ان هم يعملوا كواليتي محترمه.